هنعمل النهاردة مع بعض كنافة الطاسة، سهلة جدا وسريعة وبسيطة. لو حد جالك فجأة وعندك نص كيلو أو ربع كيلو حتى في الفريزر هتطلعيها وبسرعة تعمليها. حاجة تشرف، الطعم خرافة والشكل بيتكلم عن نفسه زي ما انت شايفة كده. على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف مع بعض الطريقة والمقادير. هنحضر الأول مع بعض الشربات. هنحتاج لكوبايتين من السكر، نحطهم في حلة كده، وعليهم هنضيف كوباية وتلت من المية، مية عادية خالص من الحنفية، بالمعلقة كده نقلبهم مع بعض عشان ندوب السكر شوية كده في الأول وما ياخدش وقت معانا على النار. بعد كده هنحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، لأن أنا مش هضيف عصير ليمون، فأنا هكتفي بملح الليمون. هيخلي لي الشربات بتاعي ممتاز جدا ومش هيسكر. هحطها على النار تغلي، هتفضل تغلي كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده ننزل بكيس من الفانيليا وهسيبها تغلي كمان 3 دقايق واطفي عليها واسيبها على جنب خالص تبرد مع نفسها. ده القوام اللي انا عايزاه، ولسه كمان لما تقعد هتتقل اكتر. بعد ما بردت تماما بقى خالص هنجيب الكوباية وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نصب فيها الشربات بتاعنا. وكده الشربات بتاعنا جاهز وتمام وزي الفل. انا عايزة اعمل سمنة بلدي علشان خاطر اعمل بيها الكنافة. طبعا كنافة يعني سمنة بلدي، زي ما عملت معاكم في فيديو قبل كده، قبل ده تقريبا بفيديوهين. القشطة حولتها للسمنة البلدي ازاي؟ طاسة سخنة على النار، نزلت بالقشطة. انا هنا عندي حوالي 3 او 4 كيلو من اللبن، كان بقري على جاموسي، فخدت القشطه بتاعتهم حطيتها على النار زي ما انتم شايفين مع التقليب المستمر لحد ما بقت معايا سمنه زي ما انتم شايفه كده. هسيبها بقى دلوقتي تبرد خالص وتهدى تماما على ما نقطع الكنافه بتاعتنا. معايا هنا الكنافه دي متفرزنه، انا والله ما عارفه وزنها كام، مش عارفه نص كيلو اقل من نص كيلو، بس هي تقريبا اقل من نص كيلو. هاجي كده بالسكينه وهبدا امسكها افرتتها اقطعها حتت صغيره قوي. طبعا هي متفرزنه فعشان كده سريعه جدا في ان هي تتقطع. لو مش عايزه تقطعيها افرميها في الكبه بتاعتك. خلصت كده كل الكميه زي ما انتم شايفين اتفرفتت تمام اهي. نجيب بقى السمنه بتاعتنا. بصوا السمنه دي اللي طلعت من اللي انا كنت بعملها قدامكم دلوقتي، ودي المرته، الحتت اللي تحت دي كانت المرته بعد ما صفيتها. هنضيف السمنه كده، هنقول حوالي كوبايه يعني 180 جرام 200 جرام من السمنه. وعليهم هنحط كمان معلقتين كبار من السكر البودره. السكر البودره بيخلي الكنافه معاكي لونها حلو قوي ولها طعم جميل جدا ولها قوام متماسك. وكمان هنضيف كيس من الفانيليا، بتدي الكنافه نفسها ريحه حلوه قوي من جوه. وبعد كده بقى تدخلي بقى كل ده مع بعض، ابدأي مكسي بقى الكنافة مع السكر مع الفانيليا والسمنة وبسيهم كده مع بعض. حاولي تدمجي كل المكونات سوا. نجيب بقى الطاسة بتاعتنا واللي هنسوي فيها الكنافة النهاردة. انا ما حطيتش في صينية، الطاسة بالنسبة لي اتقل فهتستحمل درجة الحرارة من تحت. هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي اللي احنا عملناها مع بعض من قبل كده كمان. شوفوا الفيديو ده يا جماعة قبل الفيديو ده تقريبا بفيديوهين 3 حاجة زي كده. دهنتها كويس قوي قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. سمنة كتير انا عارفة، لكن كنافة يعني سمنة وسمنة بلدي وكتير. ضفت كل الكنافة بالشكل دوت. تبدأي بقى ايه تضغطي بيها كده. انا جبت الحاج صاحب البيت يضغط لنا هو علشان العزم شديد الحمد لله والصحة حديد ما شاء الله. وبعد كده كملت انا المسيرة بالصينية دي، بدأت اضغط كده. وبعد كده جبت برضو الحاج صاحب البيت مسح كل الاحرف بتاعة الطاسة بالشكل ده. هنا انا مش عارفة ايه المقطع ده لزومه، بس هو موجود مش مشكلة برضو، مش هيضر. طبعا النار على يعني هديت النار خالص على نار هادية. حطيت صاجة وحطيت فوقها الكنافة. اول ما الاحراف بتاعتها احمرت كده قلبتها على الصينية وحطيتها تاني، رديتها تاني للطاسة علشان احمر الجزء اللي ما اتحمرش. تمام، يبقى احنا قلبناها ورجعنا رديناها للطاسة وحطيناها تاني على البوتاجاز لمدة 10 دقايق تانيين لحد ما احمرت بقى وبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. جبنا الشربات بتاعنا وبسم الله الرحمن الرحيم سقينا الكنافة بتاعتنا كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهغطيها لمدة نص ساعة علشان تبقى طرية وفي نفس الوقت الطبقة اللي بره كريسبي. هي معادلة هتبقى صعبة، لكن لما تعملي اللي بقولك عليه ده هتلاقي الموضوع بالنسبة لك خرافة. وبعد كده بقى ترشي عليها جوز هند، ما ترشيش، تحطي مكسرات ما تحطيش، ده يرجع لك واللي يريحك اعمليه والعبي فيها براحتك. انا عشان بحب الجوز الهندي جدا فرشيت رشه بسيطه كده. وجبت القطاعه اللي طلعت رخمه الى حد ما دي، السكينه افضل بكتير بصراحه. وبعد كده قطعت. طبعا مش هيفوتني اني ادوق، يعني انا اللي عاملاها ده طباخ السم بيدوقوا يا جماعه.
خدت قطعة كده وقلت ايه عشان التصوير ناخد لنا قطعة وبلاش طمع. لقيت الحتة بتجيب 2 بتجيب 3، خلاص دخلنا على خرطة. الموضوع بقى بايخ زيادة عن اللازم. طب وبعدين؟ طب والناس اللي بره دي هتاكل صوابعها يعني ولا هتاكل ايه؟ لا، نحترم نفسيتنا وكفاية قوي كده عشان التصوير وكده. قومت نفسي واللهم لك الحمد. عايزة اقولك تحفة. طبقة جوز هند كمان، انا مجنونة بجوز الهند بصراحة. بصوا بقى، شكلها تحفة وطعمها تحفة وريحتها تحفة تحفة تحفة. جربيها، طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة وما احتاجناش فيها للفرن ولا مكلفة بالمرة. استغلينا القشطة اللي موجودة عندنا وعملنا منها سمنة. لكن لو ما عندكيش سمنة بلدي مفيش اي مشكلة، استخدمي اي نوع سمنة معلب انتي بتحبيه وبتفضلي طعمه. بصوا بقى الشكل يا جماعة تحفة. ايه الحلاوة دي يا بنت سونس، والله جميلة بجد. جربوها ان شاء الله تعجبكم. عملت معاكم فيديوهات كتيره قوي فيها الكنافه. كنافه كانت اللي هي النابلسيه عملناها، عملنا كنافه بالقشطه، عملنا اكتر من نوع للكنافه. شوفوها وان شاء الله هتعجبكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس، تعملوا تشغيل الكل عشان كل حاجه جديده بنعملها توصلكم على طول ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شوفوا القناه وقيموها، ولو عجبتكم تدعوا لنا دعوه حلوه بظهر الغيب ولكم بالمثل ان شاء الله. الشتاء داخل، اعمليها ودفي بيتك واهل بيتك بيها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.